إنه نمشي بالعلاقة على البطيء ببين وكأنه قسوة وبخل بحق أنفسنا. ليش؟ لأنه جوا راسنا في صوت بيقول يلا بسرعة، ليش ناطر؟ شو بك؟ تحرك. يعني بدل ما تقول مثلا فاضي بكرة، بتقول نلتقي بعد أسبوعين إن شاء الله. أو مثلا بتخلي 4-5 مواعيد يمرقوا قبل ما تمد إيدك وتلمس الشخص التاني. أو مثلا بتأجل التعارف تبع الأصحاب، ما بتفوت بروتين مسجات تبع كل يوم، ولا بتقول كلمة بحبك إلا بعد وقت كافي نوعا ما. بحلقة اليوم رح نحكي ليش من برا يمكن هالحركات تبين برود أو حرمان، بس بالحقيقة البطء مو دائما برود، أوقات هو نتيجة فهم أعمق للحب. أنا معتز بلا سبب، وهاد بودكاست عن الحب والعلاقات، عنا نحن وعن الناس اللي حبيناهن واللي لساتنا عم نحاول نفهمهم. الحب مو بس شي منتمناه، الحب شي بيخوفنا قد ما هو بيسعدنا. لأنك وقت توقف مكشوف قدام إنسان تاني وبتتمنى يشوفك مثل ما أنت ويضل يحبك، هاد بحد ذاته شي بيخوف كتير. وكتير منا جاي من طفولة صعبة، حب ناقص، حب متقطع، مشغولة، أب عنيف، أو بيت مليان سخرية وما في صبر. هون بتصير نكبر متعودين ننسحب، نلعب لحالنا ونعيش على عاطفة قليلة. وبس نكبر بيجي حدا بيعطينا وليمة حب كبيرة، منصير نتلبك، بدل ما نفرح منخاف، وبدل ما نرتاح منصير نلومه ونهرب. وكتير ناس بالمقابل العكس تماما، بيعطوا بسرعة زيادة، كلمات حب من أول أسبوع، سفرية عباريس من تاني موعد، رومانسية على أبو مين يشيل، بس وراها بيكون في قلق كبير. خوف من إنه الحب يروح فجأة، خوف من إنه ما نكون مستاهلين إلا إذا عطينا زيادة عن اللزوم. بالواقع يا صديقي الحب الناضج بيقعد بالنص، لا سرعة جنونية ولا بطء بيموت وبيخنق. الحب الناضج علامته هدوء وثقة وصبر. تخيل هاي الفكرة وخليها حلقة بدانك، مثل ما بيقولوا ايه أنا معجب بس لسه ما بعرفك كفاية، بدي تضل بس فيني أعيش من دونك، عندي وقت وما في داعي للعجل. خليهم هدول الأفكار براسك كل الوقت. حتى إذا طفولتنا ما علمتنا هذا الدرس، فينا نتعلمه هلأ، نهدي شوي، نسمح لحالنا نتأنى، نفهم إنه الحب مو سباق، الحب رحلة على مهل، خطوة بخطوة، لحد ما يجي اليوم يلي عن جد نمد فيه إيدنا ونكون جاهزين لأي نتيجة. بتمنى تكون هالكلمات حركت شي جواتك. إذا حسيت إنه هالحلقة لمستك، شاركها مع شخص بتحسه مستعجل بالحب أو يمكن عم يهرب منه، وخلينا نفتح النقاش سوا تحت بالتعليقات. أنت برأيك الحب بده سرعة ولا الصبر أهم؟ أنا معتز بلا سبب، بشوفكم بالحلقة الجاي، سلامات.